ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ مع بعض كده النهارده روتين تاني يوم رمضان. انا عملت معاكم روتين اول يوم رمضان، وعملت كمان جولة في شقتي الفيديو اللي قبل ده. فاول حاجه بقى عملتها، أنا طبعا ما دخلتش على المطبخ على طول، اول حاجه عملتها فتحت الشبابيك وروقت الاوض كده والصاله، يعني لان الشقه نظيفه وكده، فما رضيتش اصور معاكم لان هي ما كانتش محتاجه. يا دوبك بس طبقت البطاطين ونفضت السراير وبدأت بقى دخلت على المطبخ. قلت بقى ان ايه اجهز، فانا كنت مطلعه اللحمه فكت نقعتها في ميه. وهنا بقى انا كنت هعمل قطايف، فجيت كده حطيت بشر على زبيب، وكمان جايبه فول مقشراه. وبعد كده فراح عملته كده في الكبه. يعني مش عايزينه اللي هو الفرم الكتير، الفرم وسط، يعني ما تبقاش ناعمه قوي قوي معاكم ولا يبقى خشن زي ما انتم شايفين كده. بالشكل ده بجد الكبة مفيدة جدا في الحاجات دي، ولو ما عندكيش كبة تقدري في المطحنة بتاعة التوابل اللي بتبقى مع الخلاط، او طبعا تقدري تحطيه في كيس وتضربي عليه بأي حاجة وهو هيتكسر معاكي. خلاص بقى الخلطة دي كده بعملها، بحشي بقى كنافة قطايف، بحطها في اي حاجة فهي بتبقى موجودة معايا، احطها في التلاجة واستخدمها في اي وقت. خلاص بقى عملت ده كده، وبدأت بقى ان انا الم بقى كل المواعين اللي في المطبخ. يعني بنستحر احيانا بقى نلم كده ورانا، واحيانا في حاجات بسيطة يعني، فالواحد بقى بيخش يصلي الفجر وينام ويقول الصبح هيقوم ايه يعني. حطيت مية اللحمة وحطيت اللبن برضو يغلي، وزي ما انتم شايفين كده بلم بقى المواعين اللي كانت مغسولة قبلها بيوم بتاعة الفطار. بلمها بقى لان ايه طبعا في مواعين تانية هتتغسل، فما برضاش احط دي على دي علشان طبعا بتتبل وبتبقى طبعا كركبة على الحوض. اول حاجة بعملها قبل ما اغسل مواعين ان انا الم المواعين اللي حواليا كلها على الحوض جنبي، وابدأ اعين المواعين اللي مغسولة قبلها. بجد هتوفر عليكم كتير، وهتحسوا ان المطبخ منظم معاكم ونضيف، وكمان هتعينوا الحاجة مش مبلولة، وتقدر يعني ايه تبقى نضيفة كده على طول. هنا بقى خلاص كان في دوبك كراكيب كده مش كتير برضو، بعد ما لميتها هغسلها. وعايزه اقول لكم ان انا طول ما انا واقفه بطبخ اول باول اي حاجه بتتوسخ معايا بغسلها على طول، ما بسيبش حاجه في الحوض. يعتبر انا هوريكم برضو في نهايه الفيديو قبل الفطار ما كانش فيه اي كراكيب خالص ولا مواعين في الحوض، وكنت غاسله كله. اللي بيتعكعك معايا ببدأ اغسله. خلاص بقى كده، يعني انا بغسل المواعين معاكم، طبعا انتوا كلكم بتعرفوا تغسلوا المواعين، بس ده روتين تشجيعي، وكمان بشارككم يومي في رمضان بيكون عامل ازاي. بجد ما شاء الله الله اكبر، يعني الواحد كده لما يخش بقى المطبخ كده ويكون مروقه حواليكي بتقدري تغسلي المواعين بقى. قولي اذكار، شغلي القرآن جنبك، اشغلي نفسك وانت واقفة، هتلاقي المواعين معاكي خلصت بسرعة وكل حاجة خلصت. طبعا أنا ما بغسلش بالسرعة دي، انا مسرعة الفيديو. بغسل الاول كده الكوبايات وبعد كده الازايز، وبعد كده بقى بلم الاطباق والمعالق، ولو في حلل ولا حاجة بغسلها بالسلك اللي هو التاني، اللي هو لو حلل ألمونيا يعني. هنا بقى خلاص بقى كده، خلاص كنت قربت اشطب بقى المواعين، وهبدأ بقى في الطبيخ بتاعي. يعني انا ايه بحط مثلا انا هشوفها جاهز ايه في الطبيخ، حاجة هتتحط على النار بحطها وببدأ الف بقى كده حواليها، بحيث ان الوقت معايا يبقى سهل وبسيط وكل حاجة تبقى منظمة معايا. وهنا بقى خلاص جبت الرز بقى، قلت اغسله. انا طبعا مش كنتش اولع عليه لان كان لسه بدري، بس قلت اغسله وانقعه كده جنبي، بحيث ان ايه لما يجي وقت هقوم رايحه مولعه عليه على طول. وبرضو جهزت الطماطم بتاعتي عشان هعمل صينيه بطاطس في الفرن جنب اللحمه. وكان عندي بقى لما بكون لحمه ورز وبطاطس بعمل جنبهم كده مكرونه، بس انا كان عندي محشي من اليوم اللي قبله، فطبعا ده مفيش منه اي خساره. المحشي الطبخه الوحيده اللي لو باتت بتحلو وبتبقى جميله، فقلت بقى ان انا هسخنها على نار هاديه جنب الاكل برضو. هنا بقى اللحمة أنا بعمل اللحمة كده بسلقها، بستنى لازم المية تغلي معايا عشان أحطها فيها. وفي برضو كنت طريقة تانية ان انتي تشوحي اللحمة وبعدين تنزلي عليها بمية سخنة، بس أنا بحب الطريقة ديت. بنزلها كده بقى وبستنى لما الرغوة بتاعتها تطلع وببدأ ايه أعملها. هنا بقى كنت جهزت كده حاجات البطاطس، عاملة بس صينية بطاطس صغيرة، لأن طبعا زي ما انتوا عارفين احنا في رمضان، فما تعملوش يعني حاجات كتير علشان ما تفيضش معاكم.
وهنا بقى إيه كنت عاملة برضه الجزر اللي هاحطه في الشوربة وكمان البصل، فمش كل ده كنت هاحطه في صينية البطاطس. تعمل برضه فيها كده جزر وحاجات. بجد صينية البطاطس دي بتبقى خطيرة جدًا، جدًا. هي إحنا بنعملها اللي هي إيه، بطاطس ني في ني كده، كل حاجة باعملها واقطّعها في الصينية، وكمان الطماطم مفرومة كده بالشكل ده، وبابدأ أضيف لها بقى إيه، البهارات بتاعتها دي السمنة اللي هي الدهن اللي أنا مسيحاه، للي ما شافوش هاحط له اللينك في صندوق الوصف. وبقى هنا كده معلقة من الفلفل الأسمر وكمان ملح، وباحط بهارات لحمة وباحط بابريكا، وبرضك باحط التوم، حوالي من فصين توم. أنا بقى مفرّزة التوم كده في أكياس في الفريزر، فهاحط التوم كده. طبعًا أنتِ لو ما عندكيش زي ده كده هتفرمي التوم وتحطيه. بجد عايزة أقول لكم صينية البطاطس دي بتفرق كتير جدًا، جدًا. وضِفت عليها لإن كانت لسه اللحمة ما دخلتش في السِوَى، فما رضيتش آخد طبعًا شوربة ليها، قُلت لسه أمّا أحط البصل والحاجة بتاعتها، كوباية من المَيّة عليها ودخّلتها بقى الفرن. هنا بقى خلاص كنت سِبت الأكل كده على نار هادية، وطلعت لمّيت الهدوم اللي كانت منشورة. وهنا بقى إيه، قُلت بقى إيه، أقفّل كده الشقة. أقفّل بقى الشبابيك بحيث إن الحتّة تبقى معايا متقفّلة بقى من الطيور وكده. وطبعًا بقى إيه، أنا مش هافضل بقى شاغلة نفسي في قلب المطبخ وناسية اللي حواليّا، فكان في بقى زي ما قُلت لكم الهدوم متلمّت، وكمان بقى قفّلت كده الأوض. لازم بقى إيه، تعملي كده ما تسيش عشان بقى إيه، لو في بقى طيور وكلام من ده يطلع معاكِ. إحنا كنا خلاص يعتبر بعد العصر، فباقفّل الشقة كده معايا علشان أنتم عارفين إن الطيور بتاع الشتا ده بجد فظيع جدًا لو سِبتيه في الشقة. هو ما فيش لإن على طول أنا مقفّلة السَرَند، بس لمّا باعتّم بقى كده وباقفّل الشقة ما فيش حاجة بتفضل فيها. خلاص بقى كده أنا كنت هنا قفّلت بقى وخلاص الأوضة كانت نضيفة وكل حاجة فيها منظّمة. هنا بقى كنت إيه، سِرِجت النور بتاع الخيامية ديّة برضه عشان يعمل حِس كده في الأوضة. وخلاص بقى كده خلّصت وقفّلت شبابيكي وحاجتي وهارجع تاني للمطبخ. هنا بقى اللحمة أنا كنت لمّا أطلع على السطح قشرت الرغوة بتاعتها وسِبتها على نار هادية، ما حطيتلهاش أي حاجة، سِبتها كده باسيبها في الأول حوالي من تِلت ساعة، نُص ساعة كده عما عملت الحاجات دي، وبعد كده بانزل أحط لها حاجتها. حطيت لها بقى البصل والجزر والحبهان وورق اللورا. ما باحطش فلفل أسمر ولا ملح غير في الآخر، لإن الفلفل الأسمر بتاعي أنا طحناه بملح. لو أنتِ مش عاملاه بملح طبعًا تقدري تحطيه من الأول، فأنا باسيبه عشان ما يأخرش سواها. أنا بقى قُلت أعمل لهم كده بقى القطايف، حشاتها حشوة عادية بقى تقدري تعمليها بأي حشوة تانية أنتِ عايزاها. هنا اللحمة كانت خلاص يعتبر خلصت، دخلت في السوا خالص، وهنا خلّصت كل أكلي. وهنا بقى إيه، كان قبل الفطار بنُص ساعة، كل حاجة كانت خلصانة أكتر كمان من نُص ساعة، عصاير بقى وكل حاجة. وده كان كده بقى فطارنا النهارده. بجد يعني إيه، حاجة بسيطة وسهلة كده. ويعني يوم غيّري بقى في الأكل يوم كده ويوم كده. ف حبيت بقى أشارككم كده يومي في رمضان. وكمان هنا بقى خلاص قُمت بقى بعد الفطار مباشرةً غسلت كل المواعين، بحيث إن أنا كنت رايحة أصلّي التراويح، فما يبقاش ورايا شغل خالص. يعني إيه، ما ابقاش باصلّي بقى وكده وحاسة إن ورايا شغل في البيت، لإن برضُك بعد ما باصلّي التراويح باروح بقى أقعد مع والدتي كده برضُك شوية. فباقوم بقى كده إيه، أغسل كل الحاجات اللي ورايا، وباخد لفة كده في الشقة أنا وندى بنتي، وبعد كده بننزل بقى لصلاة التراويح. أتمنى بقى إن أنتم لو وصلتوا معايا كده للنهاية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.